السكينة دي ليها دور معايا بس بعد الحلقة ما تخلص، يعني خلينا نخلص الكلمتين اللي أنا عايز أقولهم. وبعد كده نشوف موضوع السكينة دي. ارتاح نفسيا، أقسم بالله أنا ارتاح نفسيا. واسمي محمد حسن صالح من عرب الأنصار، من الأنصار عامة يعني. وحياة حبيبكم النبي، أنا في حاجة غريبة أنا عايز أعرف بس، يعني هل أنا منظري ده غريب؟ طيب هل أنا خلقت نفسي؟ طيب هل عيالي ديلا اللي أنا جبتهم، العيال اللي أنا جبتهم ديلا مش لهم نصيب في الحياة؟ العيال اللي أنا جبتهم ديلا، العيال دي أنا جبتها. أنا جبتها. ومين اللي خلقه؟ ربنا سبحانه وتعالى. اللهم لا احترام على حكمك يا رب. في ناس امبارح منزليني على الفيس انا معوق، وازاي جاب عيال زي دول، ومين المنزول اللي كتب ليه، ومين شيخ البلد اللي كتب ليه، ليه اهل مراته وافقوا بيا. انا مش ليا، انا مش من حقي افرح، مش من حقي اخلف واتجوز. بالله عليكم وحياة حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قولوا لي ايه الغريب فيه؟ ليه الواحد ما يبقاش في حاله؟ طيب الواحد ليه ما يبقاش في حاله؟ ماله ما انا رايد انا فرحان، نزلت صورة انا والعيال كاتب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، جبر الخواطر على الله، كل عام وانتم بخير جميعا. هل الكلام ده في حاجة غلط؟ ما كل الناس كاتبه بتنزل صورها وصور عيالها. يا سيدي اخوك انا غلط، انا كمحمد حسن مش من حقي افرح زي خلق الله؟ ما الناس كلها منزله صور، ايش معني انا؟ والله انا يعني دخلت لو الواحد بينقي، لما دي مش ما فيهاش نقاو. لو الواحد بينقي انا بالله اقول بالله انا عاوز لي ولد شعره اصفر وعينه خضر، دي ربنا راد بكده. الثلاثه سبحان الله ربنا راد بيهم يطلعوا كده، انا احترم. والله أنا لا أسيت لحد ولا أزيت لحد ولا أي حاجة.